يا مساء الفل على احلى متابعين في الميزو في الدنيا. النهارده جايبه لكم ملخص جامد جدا، بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكل الكلام الجميل ده. بنت غنيه عماله تراقب نجار على قد حاله، وكل يوم تروح له مكان شغله وتفضل بصله من بعيد لبعيد. بس في يوم ابوها قفشها معاه، فنده له المكتب ومسح بكرامته الارض. ازاي نجار وشغال عندي يتجرأ ويبص لبنتي؟ ليلى كانت واقفة بره وأعصابها باظت من التوتر. فجأة وقعت من طولها وأغمى عليها. وأول ما دخلت المستشفى أبوها حس إنها دايبة فيه ومفيش فايدة من العند، فقرر يوافق وخلاص. والقصة بتبدأ بليلى اللي جوزها كان بيضربها وعورها في وشها، فالدكتور صمم يبلغ البوليس، بس هي فص ملح وداب وهربت بسرعة. وهي بتجري خبطت في واحد، فطلعت غلها فيه وصوتت في وشه. والواد من كتر ما هي عجبته فضل متنح ومبلم لحد ما مشيت. وفي اللحظة دي ليلى راحت لواحدة وقالت لها: اكتشفت إن المحروس جوزي محمد متجوز عليا، لا وكمان مخبي ملكينتي مراته الأولى. ولما طلبت الطلاق مد إيده عليا وعورني. الست طبعا اتصدمت من اللي سمعته. وطبعا يا ست كل اللي بتشوفينا مش محتاجة أقولك، لو مرتبطة بواحد اسمه محمد فصي بجلدك واجري فورا. ولما مشيت راحت لأمها وبتحكي لها على خيبتها التقيلة واختيارها الزفت، ووالدها لسه شايل منها عشان اتجوزت من وراه. ولما حاولت تصالحه كتير ركب دماغه وسابها ومشي. بس عشان هي نخشة وعنيدة صممت تخليه سامعها. الأيام عدت وليلى حاولت تنسى اللي حصل لها، واشتغلت مصممة أزياء، وعملت لأبوها بدلة كمان، وبان قد إيه هي متعلقة بيه.